عبد الله زيود راح يكون معنا الآن من الكويت. أستاذ عبد الله، مساك سعيد يا رب، وحياك الله معنا في برنامج منا وفينا. مساء الورد، حي الله فيكم. أهلا وسهلا فيك. خير عليكم وعلى جميع المستمعين. أنا جدا سعيد بحضوري معكم. وإحنا كمان، يعني إحنا عارفين إن أنت في اللحظات مروح من المدرسة ومن عملك طبعا، ونتمنى إن شاء الله دائما لك النجاح والتوفيق بحياتك. خليك يا ربي. شكرا لكم. الله يخليك. بداية أستاذ عبد الله، لو تخبرنا أو لو توصف لنا عبد الله الإنسان. عبد الله بيعمل في مجال الاحتياجات الخاصة. نعم. من 5 سنوات تقريبا، رابع سنة، وبعدين يعني كنت بشتغل خلال المدرسة في هذا المجال. طبعا المجال هذا يعني حيز كبير جدا للواحد يعطي في المجال الإنساني. نعم. خصوصا إنه إحنا ما بنتعامل مع المعاقين فقط، نتعامل مع المعاقين ومع أهاليهم، وكيفية التعاطي مع هذا حتى في الجانب المجتمعي، لأنه في النهاية إحنا بنتعامل مع إنسان. وجانب التوعية كبير في هذا المجال، كيف إنه نهيئ لهذول الأطفال المكان المناسب، ونهيئ لهم العقول المناسبة اللي تستوعبهم وتقدر تتعاطى معهم. نعم. هذا هو. يلا إن شاء الله يا ربي دائما يعني بنجد الأشخاص المناسبين حتى يا أستاذ عبد الله لحتى يتعاملوا مع هاي الفئات. الآن لو تخبرنا عن موهبة الكتابة، متى بدأت لديك؟ موهبة الكتابة بلشت أكتب نحكي رسميا، يعني قديما وأنا صغير كنت أكتب من ضمن الرسائل والحب نعم. وبنات المدارس وما إلى ذلك، كانت كلها محاولات بسيطة وكذلك. لكن بلشت تماما في 2009. نعم. لما حصلت على جائزة الكاتب محمد طوملي في ملتقى الإعلاميين للشباب العرب. نعم. يعني حس الواحد إنه عنده شيء، يعني الاعتراف هذا مرات أحيانا بيكون ضروري. صحيح. مو بس إنه الواحد بيكتب بالهواء، لا، لما ياخذ اعتراف من جهة معينة واهتمام، فعليا أنا عندي شيء. نعم. ومن هون بلشت الشرارة يعني. ثم صرت أتلقى يعني تعددت الجوائز، من ضمنها جائزة وزارة الثقافة في مجال القصة القصيرة، وجائزة سواليف السنة الماضية في 2013. نعم. في 2012 آخرها. فهيك. نعم. وإذ أنا كاتب أنا لا أشعر. نعم. إذا بدأت الكتابة معك بوقت متأخر من عام 2009 بسبب الاهتمام، والاهتمام بيولد فعليا إنه الإنسان يهتم أكثر بالمواهب اللي عنده. لو ذكرت لنا يعني شخص تتقطع سبل الخيال عند ذكره، هو اللي كان الداعم الأساسي في مسيرة عبد الله. والله هم عدة أشخاص للأمانة، وعشان ما أنسى حدا، بالبداية من عند أهلي. نعم. خلينا نذكر يعني من جانب الأهل، الأب والأم كثير كانوا حريصين على إنه نقرأ حتى بداية. ثم خواتي اللي هم أنا يعني بوجه لها تحية كثير كبيرة. أختي إيمان هي قارئة نحنة وكانت دائما حريصة على إني أقرأ. كذلك الحال أختي الأكبر مني، كذلك الحال جنان كانت دارسة عربي، وكانت نعم. كل ما أكتب نص تشوفه بعين جميلة. هلا يمكن أنا لو أقرأهم أو نقرأهم تحس إنهم كثير طفوليات وما فيهم جماليات وكذا، لكن كانت تقرأ بعين جميلة. نعم. كانت هي يعني المحفز الأساسي. بين الكتاب أكيد بلا شك 2، محمد طوملي من الأردن وحسين البرغوثي من فلسطين. نعم، رائع جدا. يعني وراء كل رجل عظيم امرأة. أنت مع هذه الكلمة؟ لا شك، الواحد ما يعني لا ينقصهم من حقهم، يعني هم الأساس. كانوا بنتين اخواتي الكبار هم اللي اكثر شيء اثروا في هذا المجال. الله يخلي لك اياهم يا رب. الان كيف تشاهد الحركه الثقافيه الادبيه للشباب الفلسطيني، وهل يقدم الكاتب الفلسطيني الجديد شيئا للادب؟ كسؤال. هلا احنا كثير يعني بنحاول، يعني خلينا احكي انا باسمي كعبد الله. يعني انا بحاول كثير اني اخلق شيء جديد، اني اعمل شيء يعني يؤتي أكل، يعني يأثر في الناس، وكذلك الحال يكون شيء جديد. نعم. وبتعرفي بعد الحركة الأدبية الفلسطينية سابقا يعني كثير كان في مبدعين، وكان في ناس يعني خلقت خط يعني ليمشوا عليه الناس. نعم. ثم بصير الواحد عنده يعني بالنسبة لنا كشباب يعني عنده مشكلة بخلق طريق خاص فيه.
ليه؟ لانه في كثير طرق يعني سبقت كانت جميله جدا وكان ممكن الانسان يكمل عليها، لكن حقيقه في كثير من المبدعين الشباب اللي الان عم بخطوا يعني طريق خاص فيهم، وانا بتخيل لهم يعني في المستقبل القريب مش البعيد حتى، يعني هم راح يشوفوا كثير من انجازاتهم ومن عملهم ومن تأثيرهم في الوطن العربي مو بس في فلسطين. نعم إن شاء الله. أيضا يعني هذا السؤال بيقودنا إلى سؤال إنه برأيك هل ما زالت الأم الفلسطينية المناضلة والرائعة أيضا تنجب محمود درويش وسميح القاسم أم توقفت؟ لا شك إنه في بعدهم كثير ناس يعني عندهم الرؤية وعندهم الجلد والعزيمة إنهم يكونوا ناس مختلفين مثل محمود درويش ومثل سميح القاسم ومثل حسين البرغوثي ومثل غيرهم من الكتاب الفلسطينيين. نعم. أي الأنواع الأدبية تفضل أكثر وتجد عبد الله فيه؟ للأمانة أنا بميل للشعر بشكل أكثر، لكن بلا شك إني أنا بحب جانب معين من الأدب اللي هو الجانب السيري. نعم. الناس اللي بيكتبوا سيرهم، وأحيانا كثير أنا بسميه تجاوزا أدب المرضى. نعم. اللي هم الناس اللي عانوا وكانوا يكتبوا في آخر حياتهم أو في فترة زمنية من حياتهم وهم مرضى. من أمثال حسين البرغوثي اللي كتب سأكون بين اللوز كتابه الأخير، وهو في فترة محاربة السرطان، وكذلك الحال محمد طملي وكتابه إليها بطبيعة الحال. وهو كان يعني بيعاني أيضا من مرض السرطان، وكتبوا وأعطونا صور يعني أنا بسميها بتجاوزا عين المريض، يعني اللي بتكبر الأشياء وبتشوف بترجينا التفاصيل بشكل أجمل وأكبر من ما إنه كنا إحنا نتخيلها يعني. نعم، يعني جدا متأثر حضرتك بالكاتب حسين البرغوثي وكتب السيرة مثل الظل الأزرق وأيضا سأكون بين اللوز. نعم أنا كثير بحبهم، يعني هلا التأثير تأثير شخصي. يعني بحبهم وكذا، لكن بالأدب الحمد لله يعني بعيد شوي عنهم في مجال الكتابة، في طريقة الكتابة. لك لون خاص بك. أنا بعيد عنهم. نعم يعني لك لون خاص بك. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. ما أتوقع لسه بدنا شغل على هذا المدى. الغربة هل هي صانعة الكاتب الفلسطيني أم هي مجرد تحصيل حاصل للموهبة؟ حقيقة الغربة لها تأثير كبير في طريقة التفكير وفي كثير من الأشياء. هلا نعتمد إنه إحنا يعني اللي مثلي أنا مثلا في غربة مركبة. نعم. يعني إحنا أصلا مغتربين في بداية في الأردن، ثم اغتراب أهلي ربما إلى الإمارات العربية المتحدة وعودتنا إلى الأردن، ثم أنا كشخص الآن منفصل عن أهلي بغترب بالكويت. نعم. فغربتنا المركبة هذه حقيقة تخلق يعني كثير من الإبداع، تساؤلات وابتعاد عن حضن الوطن، بيخلق حاجة. الحاجة هذه بتخيل انها هي اللي بتدعم وبتدفع هذه الموهبة للخروج. نعم. يعني كثير احنا يعني مرات بنشوفها بجانب سلبي لغربتنا وبعدنا عن الوطن، لكن هو برضه اذا بدنا ننظر لها بجانب مشرق، وان شاء الله ان كنا بنرجع قريبا على بلادنا. إن شاء الله انه فادتنا بانه يعني أخرجت هذه المكنونات الداخلية داخلنا. نعم. إذا هل برأيك الفن مثل الكتابة، المسرح، السينما، غيره من الفنون هو سبيل إن شاء الله فلسطين للحرية؟ يا ريت إن شاء الله. كثير أحيانا بنتساءل إنه ما جدوى الكتابة. نعم. أحيانا كثير الواحد بيطرق كثير باب التساؤلات إنه يعني ما جدوى إني بكتب الآن. هاي على فكرة المرحلة أو الحالة مر فيها كل الكتاب، حتى الكتاب الكبار اللي ضلهم يكتبوا. نعم. لكن يعني بالمرحلات بمراحل معينة بضل الواحد يسأل نفسه يعني شو الجدوى، يعني مش لازم أنا أقوم بشيء حقيقي على الأرض كذا، لكن بنظر بالجانب الآخر بلاقي إنه يعني ما في بديل أسمى. حتى إنه يعني الكتابة أحيانا كثير من الأحيان العلماء النفس بيسموها بين ميكانيزمات الدفاع، بيسموها التسامي. نعم. التسامي اللي هي يعني إنه الواحد يخلق من الحالة الصعبة والمؤلمة وما إلى ذلك يخلق حالة جميلة. نعم. فمن ضمنها الكتابة. نعم. فبتخيل إنها شيء هو نعم. خلينا نتوقف مع شيء من كتاباتك وبعدها راح نكمل حوارنا مع حضرتك. تفضل. نقرأ. راح أقرأ أنا نص قصير اسمه نرد. نعم. وبنعمل طاولة النرد من تحتها، يعني إذا بنقلب طاولة النرد بيكون فيها شطرنج. نعم. نعم. نقول ولأننا قطعتا نرد على الطاولة لم نستأ نحاول،
ولم نغلق طاولة الزهر، وحين هدنا الإعياء قلبناها فتقابل الجيشان. هل تحبين الوزير؟ حركيه هكذا لتقتليني، ولأنها ولعة في التفرد حركت الحصان. كنت قادرا على قتله، صدقيني، واسأل الجند على باب حظي المقلوب. لن أقتله، سآتيك معتريا سرجه، فارسا يعرج على قدم من شقاء وماض من خشب. لئن تحرك جيشك ليقتلني سأبيت في القلعة. وكانت إشارة واضحة لها أن اقتليني هناك. جيشان تحت إمرتك، جيشان تحت إمرتك، لا تكوني حمقاء، علامة تهلكين الضرع والنسل. هب الحب بابا وأنت الأمير، وأنت الوزير، وأنت الحاشية، وأنا عبد الله. لنعد إلى النرد. كان حظي أن أكون الملك إن قلبنا، ولا حظ لي إن صرته بعدك، ولا حظ إن عاد الزمان فكنته قبلك. فإن قلبنا وإلا فأنا أسير النرد لم يفتأ يحاول قلب الطاول. جميل أن ينتهي النص، غير أن لي حركة أخيرة. تتجوزيني كش ملك. شكرا. جميلة، صح لسانك يا رب. خليك يا رب. إن شاء الله تتزوج. يعني نص جميل جدا. وطاولة النرد أيضا هي ملهمة للكثير من الكتاب والشعراء. طيب أنا عندي نص لحضرتك. نعم. كم عمر علبة السجائر؟ تفضل. عمر علبة السجائر 20 عاما، يوم قرابة 4 شهور حتى يصل إلى يد المستهلك. منذ سمى آدم الأشياء. هكذا تختلف الإجابة بين الشعراء، ويموت القراء بالسرطان بينما يتعايش أحدهم مع المرض فينجو البقية. نحن. هل هي سمة كل كاتب أن يمسك سيجارة وفنجان القهوة ومن ثم الكتاب ذاتهم من يكتبون إعلانات ضد التدخين، يعني أستاذ عبد الله، أو يقدمون نصيحة للمدخنين هم من يدخنون؟ كيف سنوقف هذا السرطان؟ للأسف يعني شكرا لك على السؤال، وصعب جدا لأنه أنا كثير من الأحيان ما بحب أقدم نفسي ككاتب مدخن، لأنه صعب كثير إنه يكون الواحد أحيانا يعني ممكن بأي لحظة يشوفه طفل أو يشوفه حدا في نفس حالته يأخذ منه يعني أو يشوفه مثلا قدوة في نوع من في شكل من الأشكال. فيعني بتمنى انه نخلص منه. انا شخصيا بتمنى اخلص منه ان شاء الله جدا للامانه، ويعني في محاولات جديه للاقلاع عن السرطان ان شاء الله. اكيد فهو سرطان. نعم. لو وقفت على بئر وسحبت الدلو وكان فيه جمجمه، ما هو شعورك؟ يعني هل ستتقيأ ام ستكتب؟ كثير من اللي بنشربه احيانا هو تراث احيانا قد يكون صعب انه تقبله في هذا العصر، واحيانا كثير يكون هو اساس لنبني عليه. نعم. اما انا بالنسبه لي ساكتب ولن اتقيأ. جميل. كلمات راح اطرحها على حضرتك، بتجاوبني فيها بكلمه واحده فقط. نعم. ماذا تعني لك كلمة التنغيص؟ تنغيص. نعم. سخرية واجبة. نعم. ماذا تعني لك الحقيبة؟ وطني ليس حقيبة وأنا لست مسافر. نعم. بذور النهاوند. بأصابعه يحك الشاعر ظهر العود لتنبت بذور النهاوند. نعم. تماما. نعم. كما تداعبين أوتار صوتي فيظهر الجنة. تحت أقدام الأمهات. حجر النرد. حب. متى يكون النص شبحا؟ عندما يكون النص شبحا عندما يعرف الاسم ولا نسيت كيف ممكن أصوغها، لكن النص الشبح هو نص يأخذ كينونته من حضور الاسم وغياب الصورة المتوقعة. نعم. الشعر الملفوف بالشال أو الحجاب ماذا يعني لك؟ الشعر الملفوف بشال أو حجاب. نعم. أعتقد عصمة. نعم. لو كان معك 100,000 دينار أردني شو بتعمل فيهن؟ باخذ نصهم
والنص الثاني بتبرع فيه. جميل. يعني آخر شيء، يعني هاي آخر الكلمات كانت، شكرا على إجاباتك. ولكن يعني باختصار شديد لضيق الوقت الآن، يعني الوقت معك جميل جدا يعني أستاذ عبد الله. هل يعيش الكاتب الواقع أم الخيال، وخصوصا عند استخدام الرمز في الكتابة؟ يعني بتخيل هم متداخلات، الواقع والخيال. نعم. الخيال احيانا كثير نستخدمه لتجميل حقيقه ما. نعم. واحيانا كثير الخيال عندما يطغى يعني على الكاتب بجمل اشياء احيانا كثير بتكون قبيحه. نعم. انا بالنسبه لي بفضل استخدام الخيال كثيرا، كرمال انه نخرج احيانا من حقيقه والواقع اللي احنا بنعيشه. نعم. كمهرب. نعم. كمهرب الي وللقراء. نعم. لم نلتقي بعد. كتابك الأول لو تخبرنا عنه ولا ننهي إن شاء الله اللقاء؟ إن شاء الله لم نلتقي بعد ولم نلتقي بعد. هو كتاب إن شاء الله راح يصدر قريبا عن دار كاس للنشر والتوزيع. نعم. هو الآن في الطريق من لبنان إلى الأردن. نعم. وبأول 6 راح يكون موجود، وإن شاء الله حفل التوقيع راح يكون في نهاية شهر 6. نعم. في 27/6 إن شاء الله. إن شاء الله. التاريخ مش أكيد، لكن إن شاء الله ب 27/6 راح يكون حفل التوقيع. إن شاء الله. الكتاب منوع في عدة أقسام، منها النصوص المفتوحة، ومنها القصة الكاملة، ومنها أيضا مجموعة نصوص سميتها بملفات الذاكرة، كلها ملفات تأثير في الصغر. والقسم الأخير اللي هو ثنائيات، هو قسم بيني وبين الرسامة، وجهها تحية من هنا، آيات الرواشدة. نعم. هي رسامة جميلة جدا، بس مثلي أكثر من رسم، وتعاونت أنا وياها بحيث عملنا قسم بالكتاب. نعم. عبارة عن 10 صفحات تقريبا ب10 رسومات و10 نصوص. نعم. هي نصوص مرتبطة في الرسم مباشرة. نعم. أنا أيضا شاهدت كثير من إن شاء الله وراح نخلص إن شاء الله يا ربي بالتوفيق والنجاح، ونشوف الكتاب ووصلنا نسخة منه كمان. أخيرا أنا بدي أبعث تحية من هون لطلابك اللي المريضين بمتلازمة داون. نتمنى لهم إن شاء الله مستقبل جميل مع حضرتك أستاذ عبد الله، وتكون أستاذهم دائما اللطيف والحنون عليهم، وأيضا اللي بتمسك إيدهم لحتى يكونوا أفضل. شكرا جزيلا لحضرتك ولهاللقاء الجميل. شكرا لكم، وشكرا كثير، استمتعت معكم، وإن شاء الله يعني شعوري بالتكلم معكم من داخل فلسطين شعور لا يوصف. شكرا لكم كثير. شكرا لك. إذا أعزائي المستمعين بهيك بنكون وصلنا لنهاية الجزء الأول من برنامج منا وفينا.